بجد تحياتي مشاهدينا لحضراتكم. وفقرتنا دلوقتي هي فقرة اعتقد هيحبها الصغيرين والكبار، لان اعتقد ما فيش حد يعني على وجه الكرة الارضية ما بيحبش العرايس، يعني سواء ولد او بنت. على فكرة هي دايما العرايس مقترنة بالبنات اكتر، لكن الولاد بيبقوا حابين برضو يمسكوها ويشوفوها وايه الكائن اللي البنات بتلعب بيه ده. دلوقتي اعتقد الموضوع بقى كبار وصغيرين، ده في ناس كمان بدأت تقتني العرايس حتى وهي كبيرة من باب ديكوريشن حتى في البيت. الحقيقه معانا بقى ضيفتنا هي عاشقه للعرايس الهاند ميد. الحقيقه دي من الحاجات الجميله جدا اللي بدات تنتشر في مصر في السنوات الاخيره، يمكن كنا بنشوفها بره اكتر. الحقيقه بدا يظهر كده نماذج نسائيه وايضا رجال بيحبوا جدا فكره ان هم يصمموا عرايس بايديهم. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي وضيفه حضراتكم استاذه ساره صلاح، مصممه العرايس الهاند ميد. منورانا، اهلا بحضرتك معانا ضيفه عزيزه. اهلا بيكي. يعني خليني كده الاول، يعني اول سؤال حتى لما شفت حضرتك قلت لك يعني انت كليه تجاره ودخلتي مجال العرايس ازاي؟ هي هوايه، مجرد هوايه. انا فكرت اني اعمل شغل، اعمل حاجه، فاخترت العرايس عشان انا بحب العروسه قوي من وانا صغيره. كلنا بنحب العرايس بس مش كلنا هنشتغل في العروسه. بس هي استمرت معايا، يعني انا بكبر والعروسه معايا، اروح المدرسه والعروسه في الشنطه. يعني العروسه ما بتسيبنيش في البيت، على السرير، يعني في ايدي، في حضني. حتى وانت في الجامعه؟ حتى وانا كبيره ما سابتنيش لحد بس عندي بقى عرايس طبعا كلها بشتريها، كلها بشتريها. اللي هي البلاستيك المعروفه. البلاستيك او قماش، لكن التصميم تحسي التصميم اوروبي. ابتدت بقى الفكره من هنا، طب ما انا عايزه اعمل عروستنا تبقى شبهنا. تلاقي مثلا البنوته وهي صغيره، وانا كمان المقياس بتاع الجمال زي العروسه بالظبط. فيبقى المقياس الجمال ان يبقى الشعر اصفر، ان تبقى العين خضراء، ان البشره بيضاء. فتلاقي في ضغينه بتحصل بين البنوته وبين العروسه، تلاقيها لم كده وشخبطه وشعر منكوش وحاجات كده. ففكرت بقى ان العروسه بتاعتنا تبقى شبهنا، تبقى فيها روح شرقيه مننا، حتى دمنا كده. صح. فابتديت بقى اول حاجه نزلت مع ابني وقلت له انا عايزه اعمل عروسه. ايه ده بعد ما خلفتي كمان؟ هو حضرتك بقالك 10 سنين في المجال ده؟ ابتديت اعمل انا اللي اصنع العروسه وانا من 10 سنين. طيب بتقولي نزلت مع ابنك، يعني ابنك كان عنده قد ايه؟ في اعدادي كمان. يعني مش طفل صغير، مش 3 4 سنين. لا خالص. يعني الموضوع بدأ معاكي كمان لما الولاد بدأوا يكبروا؟ لحد الوقت دوت وانا لسه بشتري عروسه. لا اكافئ نفسي لو عملت حاجه حلوه، لو نجحت في ماما جميله قوي. يعني ماما بتحب اللعب قوي قوي والله. الاوضه والسرير وكل الحياه مليانه عرايس، وكل خطوه نجاح، ترقيه، خطوه جديده لازم اكافئ نفسي بعروسه. انا عندي سؤال فضولي، يعني زوج حضرتك كان يعني انطباعه انا متجوز عروسه بتجيب عرايس؟ هو اللي بيشتريها كمان طبعا. بس كان فرحان بالفكره. اصل حاجه حلوه ان انا مراتي بتحب اللعب يعني. مفيش مشكله، مش زعلان خالص. بس ابتديت بقى اليوم دوت، هي خلاص انا قررت اعمل حاجه، انا قررت اعمل انا العرايس. قلت بقى لعلي تعالى يا علي ننزل هنشتري الحاجات بتاعت العروسه. فعلا نزلنا اشترينا الحاجات كلها، وروحت في البيت ابتديت اشتغل. ايه الحاجات يعني حضرتك بعيده عن كليه تربيه فنيه والحاجات دي وما خدتيش كورس؟ بس دخلت على النت بقى، عملتي سيرش تفهمي، اتفرجت على فيديوهات كتير وشفت ابسط طريقه ممكن ابتدي بيها. وابتديت فعلا اللي هي اشتريت بقى الفايبر اللي بتحشي بيه، القماش الاسترتش عشان يتعمل بيه الجسم نفسه بتاع العروسه ده. وبعدين اللبس بتاعها. يعني اللبس ده مش تصميم حضرتك كله؟ لا انا اللي عامله كل حاجه. جايبه قماش قماش واعمله اللبس. دي البدايه، اول خطوه. اول عروسه ما كانش حتى عندها لبس، فعملتها اول عروسه. ابني دخل بقى، علي نام. ما فيش بنوته؟ لا انا اولادي صبيان، سيف وادهم وعلي. ربنا يخليهم لك. الله يخليكي. فدخل هو علي ينام، وانا قعدت بقى سهرت مع العروسه، ما نمتش الا لما خلصتها. حطيتها كده على السفره هنا والله بشعرها بعينيها. كانت العروسه الاولانيه ولد. انا عاملاها العادي عشان ولاد. وبعدين هي التركايه جت من اليوم ده، ان كأن حاجه بتقول لي كملي. عملت العروسه وبعدين دخلت نمت. صحيت الصبح انا كنت ناسيه، فلقيته واقف في وشي كده وبيضحك لي، فرحت قوي. نفس الحكايه علي صحي وبرده كان ناسي، قال لي انا ما كنتش متخيل انك هتخلصيها. اللي هو انا ماشي بروح مع ماما اجيب الحاجه بس مش متخيل. بعدين صحي فبيقول لي يا ماما انا صحيت الصبح لقيت باصص لي كده وبيضحك لي. فنفس الرياكشن اللي حصل لي حصل له. قمت طبعا عملت واحده بعدها لادهم وواحده بعدها لسيف، كلهم ولاد. وبعد كده بقى ابتديت بقى في البنات. دي ورد بنت اخويا،
لو انا دي حاجه حلوه قوي عايزه اسال حضرتك عليها. انت بتعملي العرايس مطابقه للشخصيات، ده بعد كده بقى ده التطور ده بقى. لما بقى يعني تمرستي اكتر. جات لك الفكره دي ازاي؟ فكره حلوه قوي. حبه حبه، عارفه اوقات بتبقي عايزه تقولي لحد شكرا، بتبقي عايزه تقولي لحد انت عملت مجهود حلو، انت ساعدتني في حاجه، انت بسطت ناس تانيين، فبتبقي عايزه تقولي له شكرا والله، بس مش عارفه اقول له شكرا ازاي بقى. فابتدت فكره اني طب انا بعمل كده كده العروسه وبملامح، بس بملامح عاديه، طب ما اعملها بملامحه هو. بس بتعرفي ترسمي؟ بالمحاوله، كل حاجه مفيش حاجه، يعني ربنا ما بيضيعش تعبك، بس انت تحاولي وتجاهدي، هتاخد وقت، ومش دايما ما بتنجح من اول محاوله. اكيد. بس على الورق حبه وبعد كده انا هعرف منك خطوات التنفيذ. بس انا عايزه اتكلم على ورده، بما ان احنا اتكلمنا بقى شبهها فعلا. يا ريت بقى، انا يعني كنت بعتها لكم كان معانا صوره فعلا. انا بعتها طبعا كان ورده حبيبتي وبنت اخويا، هي لو شفتي الصوره هتقولي هي ورده. ودي اول واحده؟ لا دي بعدهم. يعني اول حد كان شبه مين؟ اول حد عارفه، يعني اول حد فكرت ان اعمل حكايه الشبه دي لولد على اليوتيوب يعمل خير. لا والله من ولادك. الثلاثه بتوع ولادي الاولانيين ما كنتش لسه عارفه اجيب الشبه قوي، بس سبحان الله برضو طلعت شبههم. يعني انت جبتي اول حاجه بتقلدي شكل كان صوره ولد على الانترنت. دي كانت اول واحده. الولد ده بيعمل خير وبيسافر بلاد في افريقيا عشان يساعد ناس وانا كده كده بعمل العرايس، قلت طب اعمل العروسه شبهه، وهو ما يعرفش. والله، بس هو ولد طيب جدا، انا عايزه اقول له ميرسي. والله دي حاجه حلوه قوي. هو كانت اول مره وفعلا اتعملت. بعدها بقى مشيت. ده دكتور حسن فداوي، دكتور في كليه فنون جميله. تمام. انت تواصلتي مع ناس في فنون جميله؟ انا بعمل بقى معارض وبقابل. طيب ممكن نمسكه بس نبينه للكاميرا؟ بعمل المعارض. وانا دلوقتي عندي معرض في جمعيه محبي فنون جميله في جاردن سيتي. والله والحاجات دي كانت موجوده هناك وانا جبتها معايا من هنا. دي النضاره هو بيحطها على راسه؟ العادي بتاعه هو دايما يحط النضاره هنا. انت عملتي نفس التفصيله. وفعلا شبهه؟ يعني هو لما شافها حس ان هو عظمه على عظمه على احنا للاسف معناش صور، يعني لسه مع الاسف، بس انا والله بعتها عشان هي حلاوتها لما تشوفي الشخصيه طبعا عشان نبقى عارفين عارفه هي بتبقى باينه اكتر لو حد مشهور فيمس يعني. بس هي جميله ان انت عاملاها شبه ناس طبيعيه، ناس في حياتنا العاديه. فدي حاجه حلوه. يعني ممكن حد يبعت لك على الصفحه يقول لك اعملي صوره شبهي فعلا. بس يعني ده دول اللي موجودين معايا، لكن في الاساسي العروسه اللي رايحه الشخصيه. بيتك كله عرايس من فوق لتحت. احنا ما بقيناش بنشتري، احنا بقينا بنعملها. طيب مين الاستاذه اللي بقى؟ دكتور حسن بيصمم شخصيات. فكان مصمم الساحره الشريره، فانا قلت له يا دكتور انا هعمل لك الساحره بتاعتك. فلما عملتها ما طلعتش مش شريره خالص. بالظبط هو ده اللي حصل بالظبط، ما طلعتش شريره، طلعت طيبه. اللي هو المقابل لان هو بتاعته انت عملتي الطيب من بدون قصد يعني. انا عملت لو معانا بس الصور كنت هوريكي اللي هو عاملها نفس التكوين بالظبط، بس ما اعرفش انا بتاعتي طلعت هي اللي هي المقشه بتاعتها دي بايه؟ بالخشب. وده نوع كده من الخيوط بس انا بفكه. طب ممكن نمسكه كده نوريه؟ اتفضلي. اولادك اولادي دول حبايبي. دول حبايبي. العروسه بعد كده بقت اجمل حاجه في حياتي. اكتر وقت بقى هي اصلا بتبقى مبهجه جدا بصراحه جدا. الا بقى بعد كده بقى لما بقوا يتكلموا ده انا لسه قاعده افكر يعني ليه ما نعملش مسرحيه؟ يعني زي ما بتقولي الدكتور معاه الساحره الشريره فانتي الطيبه، ونعمل مسرحيات بقى. عملت مجموعه سميتهم عزبه العسيلي. ناس فلاحين. ده نسبه لايه؟ عشان هم تكويناتهم فلاحين. العسيلي ده اسم حد؟ ما لا اسمه منطقه جاي كده. عملت بقى الفلاحين عندهم الدقه ديت يا بيت تعالي هنا وبتلعبي بيهم. عملت بقى الاسره كلها، الزوج والزوجه وحماتها وسلفتها وخلافات وعملوا زار، والبنت كانت محسوده ويعني عملتي قصه. ده سيناريو وحوار واكرام. انا وانت اللي بتعملي الشخصيات كلها؟ ولا مدخله حد لا معاكي؟ انا لوحدي. ومين مين المتلقي؟ بيتفرج؟ الناس بقى بنزلها على اليوتيوب. الله. يعني انت عامله ده لكن كان في مره فيديو خليت ادهم ابني هو اللي يعمل
صوت جوزها. هي كانت هنيه وجوزها كان اسمه ايه؟ عوضين. طب رد فعل الولاد ايه؟ بيتبسطوا. لا بيتبسطوا قوي. لا اصل انت ما شاء الله رياكشن. الموضوع عمال بيتطور. يعني عارفه اللي هو الاول كانت عرايس ونزلوا معاكي وجابوا الحاجات، بعد كده بقينا مسرحيات وبقينا بنخش معارض. يعني انت ما شاء الله الموضوع عندك عمال يتوسع. الحمد لله. فهم فرحانين بده، مبسوطين بيه. والله عايزه اقول لك اجمل حاجه في الدنيا ان الواحد يعمل حاجه هو بيحبها. ده حقيقي. لو اشتغل في حاجه هو بيحبها صحيح. بفضل ربنا لازم هينجح فيها. صح. اولا انت بتقضي وقت انت مبسوط فيه. ان حتى الشغل بتاعك ده اتباع جاب لك فلوس تمام، لو ما اتباعش انت مش خسران حاجه، مبسوطه بيه، انت قضيت وقت حلو. والشغل بتاعك موجود عندك. يعني انت ما خسرتش حاجه. فاذا اتباعت تمام، اذا ما اتباعتش برضه تمام. انا بتهيألي الاطفال اكيد هيبقوا حابين جدا يجوا عندك. يعني اي اطفال لازم، وكل اللي يجي لازم يمشي مع عروس طبعا بالعرايس. طبعا. طب انا عايزه اعرف من حضرتك، يعني برضو خلينا نعرف ده دكتور سمير. دكتور في الجامعه الامريكيه. اوكي. انا وده ستايل لبسه بالظبط. هو اليوم ما قابلته كان لابس الطقم ده. هو ما كانش عارف ان انا هعمل له عروسه. احنا قعدنا وبعد كده بعد ما انا ما مشيت اتصورنا وروحت وقلت له العروسه موجوده. رحنا المركز الثقافي الروسي. وما خدهاش ليه؟ هو جه في المركز الثقافي الروسي، كان المفروض ان هو ياخدها وهو ماشي، بس كان اول يوم في المعرض والمعرض لسه قدامه 3 ايام. فانا قلت له طيب نخلص المعرض وبعدين هجيبها لك. بس بصراحه يعني انا مش عارفه انطباعك ايه لما عروسه من انت عاملاه وحلوه وحد ياخدها، ما بتزعليش؟ لو هو صاحبها هو اولى. لا بس برضو انت تعبانه فيها ومظبطه وعامله ستايل. والله الفرحه بتاعت الشخص لما بيشوف نفسه في العروسه، الرياكشن هو ده الدنيا بقى بالنسبه لي. ما بتوحشكيش العروسه؟ دايما انا ببقى فرحانه لفرحته. طب والله يعني حاجه جميله جدا يعني انا بخبيها دايما. العروسه لما بتيجي رايحه لصاحبها ما بخليهوش يشوفها، بنبقى بنصور مفاجاه. نصور الرياكشن، تلاقي المفاجاه ديت كده خلاص. والاستاذه مين؟ دي بديعه. بديعه المصريه بقى بالملايه. دي اسكندرانيه واضح اهي. صح ولا ايه؟ يعني شرقي يعني حلو قوي. انت بالاكسسوارز بالضفاير والتوك. انا بخش حتى الجزمه بتاعتها انت عاملاها برضو بحاول يعني اخش في ضميرها من جوه. طب انا بقى عايزه اعرف منك بعد ما استعرضنا مجموعه العرايس اللي جم معانا النهارده، خطوات يعني تصميمك للعروسه، انت بتصمميها ازاي؟ الفكره نفسها بتيجي ازاي؟ بتشتري الاول الحاجه ولا بترسمي على الورق؟ قولي لي كده ايه اللي بيحصل. الاول هي الفكره. لو مثلا في حاجه انا عاوزه اقولها، احيانا يعني ممكن لو رايحه لصاحبها كده زي مثلا دي ولا زي دكتور حسن كده، يبقى كده انا عايزه خامات بس. نفس لون القميص، نفس لون البنطلون. يعني تنزلي السوق تدوري على قماش نفس الخامه اللي انت عايزاها. صح ده لو هعمل الشخصيه رايحه لصاحبها بستايله تبقى شكله. لكن لو انا هعمل العروسه يعني مثلا زي دي، يبقى انا عايزه اتكلم في حاجه هي مش شخصيه محدده، مش انسان يعني انا عارفاه، لكن انا عايزه اتكلم في مشكله حاصله في الشارع، عن الغلا، عن الزحمه، عن المعاكسه، كده يعني. فاقوم عامله بقى الشخصيه اللي انا عاوزاها واخليها هي بقى تتكلم. بس ترسميها الاول على ورقه؟ الملامح ابتدي الملامح الاول ارسمها. والالوان والحاجات دي بتيجي بعد كده ولا يعني مثلا العروسه اللي مع حضرتك دي، هل انت كنتي مخططه لون الفستان بالاشارب اللي على راسها بكده، ولا لا بتعمليها وبعد كده تبتدي الاول الملامح وانا بشتغل بقى بيبتدي بفكر هي هتقول ايه، ونبتدي بقى نختار اللبس. طبعا بقى تلاقي كراكيب الحياه والسنين عشان اللبس ده يليق على ده وده يليق على ده والاكسسوارات. ممكن تغيري لبس نفس العروسه كذا مره ولا لا؟ لا، بعد لو لبستها خلاص. خلاص، لان هي بتبقى لبست جوه راسي الاول قبل ما بتبقى يعني القماش بره، فبقرر. بس ليه انا بسالك بالذات لو هتديها البنوته، عارفه انت البنات بيحبوا يغيروا تغير يعني لها يعني زي ورد مثلا. عارفه اللي هو ممكن تبقى عايزه تغير الجزمه، تغير البنطلون، تلبسها فستان بدل الطقم ده. الشوز مش هينفع تتقلع، بتبقى ملزوقه، لكن ممكن التيشيرت يتقلع. التيشيرت بس، البنطلون برضه هيبقى صعب. البنطلون برضه ممكن لان بيبقى باستك. هيعدي ازاي من الشوز؟ بصعوبة يعني. بس هينفع.
لكن فممكن تعملي لها حاجات. ممكن ان هي تغير لبس تاني بس يعني. ما جربتيش، واضح ان لا، حضرتك ما ما عملتش جربتيش ده حاجه زي كده. يعني. انا ليه بفكر في كده؟ عشان ننافس العرايس المستورده اللي بتجيلنا بلبس يعني وبيت وتصميم، طبعا كلنا عارفينها يعني. وبداوا يعملوا كمان على فكره عرايس سمراء على اساس يخاطبوا. انا عندي ما هي دي مرلي انا ملاحظه ان اللي على فكره مش كلهم اعتقد نفس اللون. لا، اللي على القناه كمان لو مم. شفتي على الصفحه ولا على الفيس هتلاقي بقى شخصيات تانية اسمر اسمر وبأغانيهم. والله جميل. اتوجه لك اي ملاحظات على التصاميم دي؟ في مره حد برضو زي ما حضرتك قلتي كده على حكايه اللبس، ان انا كنت عامله اللبس ثابت. ده واضح انه مطلب يعني دائم. والله لا بجد انا لازم اخليها في الاعتبار. كنت عامله اللبس ثابت وبرضو واحده صاحبتي جدا قالت لي لا احنا عاوزين نقلعها ونلبسها ونغير لها فكده دي تاني مره. اصل عارفه ليه هيعمل نوع، بالذات لو هتاخديه لشخص، يعني انت عندك في البيت انت قادره على انك تعملي كذا عروسه. لكن لو حد اخد العروسه دي هو هيبقى حابب يشوفها كل يوم بشكل مختلف. فيعني الفكره جايه من كده. ممكن. طب عايزه اعرف برضو، يعني انت ما عملتيش بقى ورش للاطفال تعلميهم ازاي يعملوا عرايس؟ عملت في المركز الثقافي الروسي، كان عملنا ورشه بس عشان الادوات وكده والوقت ما قدرتش اعمل العروسه الكبيره بالفوم وبالحشو دوت يعني. عملنا عرايس صغننه. تفرق؟ علشان الوقت بس. الورشه كانت هتبقى مدتها 3-4 ساعات. طب العروسه دي بتاخد وقت قد ايه؟ 3 ايام. 3 لو متواصل. وكم ساعه في اليوم؟ 3-4 بقى. على حسب. لان انا عندي شغل تاني برضو. تمام. بس بتاخد وقت برضو. مش حاجه سهله ممكن يعني. ده من 3 ايام ممكن تاخد اسبوع. بس انا لو عايزه اخلصها، لو فاضيه بالظبط هتخلصيها. بس ممكن عادي تتغسل في الغساله ممكن مثلا وكده. انا بعملها بالوان قماش عشان لو اتبلت بس الملامح بتاعت الوش ما تطلعش. لا يعني تبقى كويسه. هتتغسل بحالها بهدومها. طب يا ترى في يعني عرايس بتشتغلي عليهم دلوقتي شبه اشخاص ممكن نبقى احنا عارفينهم، ولا كلهم شخصيات من الحياه العاديه؟ انا اصلي موجوده دلوقتي في المعرض محب الفنون الجميله، معايا استاذه نهى، فهي اللي هعمل لها العروسه اللي جايه. تمام. هي حتى ما تعرفش. احنا عرفنا، احنا اكسكلوسيفلي. ما تعرفش. انت ناويه يعني في حاجه مستقبليه فيما يتعلق بالعرايس حابه تضيفيها عليهم، ولا نفس الشغل اللي انت بتعمليه ده هو؟ نفسي ازود طبعا. كل مره وانت بتشتغلي ربنا بيعلمك حاجه، كل شويه بتضاف لك حاجه، حتى لو انت مش مكرراها ولا ناويه. هو ربنا اللي بيضيف لك، فكل مره هي ربنا بتزيد لوحدها. استاذه ساره صلاح، مصممه عرايس الهاند ميد، انا سعيده جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده، والعرايس الجميله دي نورتنا. ويا رب مزيد من التوفيق. شكرا لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. مشاهدينا هنروح معايا حضراتكم لفاصل ونرجع مره ثانيه، خليكم معانا.